مع كل بداية موسم انتقالات سواء كانت صيفية أو شتوية بيتم ترديد نفس الكلام، نفس السيناريو من نفس الأشخاص، وكأنهم وكلاء لاعبين بس لصالح أحمد السيد زيزو فقط. بالرغم من إن على مستوى الأندية الأخرى في ده أو ده أو ده لعيبة كتير، بس لأ، محدش منهم يقدر يتكلم عليهم. والحقيقة دي مش مشكلتي الحقيقية مع مجلس إدارة الزمالك اللي بيسمح بإن ده يحدث من الإعلام. مع العلم نادي الزمالك داخل الموسم وقدامه 6 بطولات: السوبر الأفريقي والسوبر المصري والدوري المصري والدوري الأفريقي وكاس مصر والكونفدرالية. وأنا عندي زيزو، طبيعي ومنطقي إن هكون محتاج أدعم التلت الهجومي لسكواد الزمالك بلاعب هاف ليفت ومهاجم سوبر ولاعيب ديفندر ميدفيلدر بجانب زيزو ولاعب زي ناصر ماهر. لكن اللي ضد المنطق ومش مقبول إن أقبل بأي عرض من العروض المقدمة علشان جزء من المبالغ دي أدفع بيها راتب لنبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وأقبل بكواليتي أقل من أحمد السيد زيزو، لأن أي لاعب داخل مصر أو حتى أفريقيا مش هيكون أفضل من أحمد السيد زيزو، وده على المستوى الفني. وعن الدور القيادي، زيزو حاليا بمثابة قائد فريق داخل الملعب، وده بسبب قلة تواجد شيكابالا في المستطيل الأخضر، زائد إن الونش غايب بقاله 2 سنين، وأحمد فتوح في قضية أنا وإنت ما نعرفش مسارها إيه. وكلامي ده موجه لمجلس إدارة الزمالك: لو بيع زيزو حل لإيقاف القيد أو تدعيم بعض الصفقات أيا كانت الأسماء المطروحة، فزيزو ليس للبيع، وبتنازل عن أي بطولة أنا ذكرتها في الموسم القادم. ودي مش عاطفة زيادة مني، لا، أنا ما عنديش استعداد أضحي بلاعب هو قائد حاليا للفريق وبيتم بناء استراتيجية اللعب عليه وإضافة لأي لاعب داخل المستطيل الأخضر. اللي عايز أقوله في الآخر: زيزو كواليتي يتبني عليه سكواد الموسم القادم. المشجع الزملكاوي لن يسمح بتكرار ما حدث مع مصطفى محمد أو فرجاني ساسي أو بن شرقي أو إمام عاشور. الأندية المنافسة بتحافظ على هويتها وبتدعم بلعيبة، وأنا كنادي من حقي إن أحافظ على كأس الماء الذي يرتوي منه كل مشجع زملكاوي. نادي الزمالك ليس نادي استثماري، نادي الزمالك ملك للجمهور، ومن حقي إن أطالب بالحفاظ على أحمد السيد زيزو.